بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رجل أعرابي أمنية حياته يشوف سيدنا النبي، ما تصلي عليه. نفسه زي ما أنا وأنت كده بنقول يا رب ارزقنا النظر إلى وجه الحبيب محمد. فالرجل الأعرابي في عهد سيدنا النبي في صلاته وفي ركوعه وفي سجوده يقول اللهم متع نظري بالنظر إلى وجه الحبيب محمد. أشوف مين؟ أشوف سيدنا النبي. فراح الحج وسيدنا النبي وراه. اسمع، سيدك محمد ماشي ورا الاعرابي في الحج، فالاعرابي وقف كده وقال يا كريم، هل من كريم غير الله؟ بتوحد الله. وقف وبعلو صوته وقال يا كريم. راح سيدك محمد ماشي ورا الاعرابي هناك وقال يا كريم. خد بالك، راح الاعرابي باصص وراه كده لسيدنا النبي وراح سايبه ماشي. ما يعرفش ان دي سيدنا النبي اللي هو بيتمنى انه يشوفه. خطوتين قدامه وراح واقف الاعرابي وقال يا كريم. راح سيدك النبي طلع وراه هناك ووقف وقال يا كريم. راح الاعرابي باصص لسيدنا النبي من فوق لتحت وقال له يا رجل، لولا نضارة وجهك وبياضك وجمالك لشكوتك الى حبيبي محمد. بتصلي عليه. لو مش الحلاوة والطعامة اللي انت فيها دي، لو مش الجمال اللي انت فيه ده، والله لشكوتك الى حبيبي محمد. فسيدك محمد بص له كده قال له او تعرفه؟ تعرف النبي محمد؟ قال له لا، لم اراه، ولكنني امنت بانه خاتم النبيين. ما توحد رب العالمين. انا عمري ما شفته، بس اعرف ان هو خاتم النبيين، وانا امنت بمحمد ولم اراه. فسيدك محمد بيقول له نفسك في؟ قال له نفسي اشوف سيدنا النبي. ما تصلي عليه. بيكلمه مش عارف، نفسي ابص كده لسيدنا النبي، نفسي اتمتع بالنظر لسيدنا النبي. قال له اتريد ان تنظر الى حضرة الحبيب؟ قال له نعم. قال له انا رسول الله. قال هو انت سيدنا النبي؟ قال له نعم. فانحنى الاعرابي يقبل يد النبي محمد. صلي عليه. يبوس ايده. قال له اوعى اوعى تعمل الكلام ده تاني، بوس ايدي اوعى. فالاعرابي راح واقف مع سيدنا النبي بيساله سؤال. ما توحد الذي لا يغفل ولا ينام. ركز. الاعرابي وقف مع سيدنا النبي بعد ما جه يبوس ايده ما رضيش. قال له طب اسال سؤال. قال له اسال يا عرب. عايز ايه؟ قال له او حقا ايحاسبنا ربك يا رسول الله؟ ربنا فعلا هيحاسبنا؟ قال له نعم، ان شاء عذبك وان شاء رحمك. يا يعذبك يا يرحمك. فراح الاعرابي باصص لسيدنا النبي قال له وعزته وجلاله يا رسول الله، ان حاسبني ربك لحاسبته كما يحاسبني. زي ما هو هيحاسبني انا هحاسبه. فسيدك محمد قال له ازاي؟ في حد يحاسب رب العباد؟ في حد يقدر يحاسب رب العباد؟ في حد يتجرأ ان هو يحاسب رب العباد؟ قال له هتحاسبه على ايه؟ قال له ان حاسبني على بخلي حاسبته على كرمه، وان حاسبني على ذنب حاسبته على عفوه، وان حاسبني على تقصيري حاسبته على غفرانه. فجاء الامين جبريل الى حضرة النبي محمد. عارف اكبر مصيبة بتزعلني دايما وانا بخطب ايه وعم الحاج شاهد على الكلام ده، كنت بقوله على المنبر امبارح، ان محدش يصلي على سيدك محمد. اكنك بتاكل وتمسح في راسي. ساعة ما يذكر اسم الحبيب صلي عليه. ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربي سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا. اسمع. قال له يعني إيه؟ قال له يعني أنا هحاسبه. راح الأمين جبريل نزل على سيدنا النبي محمد قال له السلام، يقرئك السلام ويقول لك بلغ الأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه فهو رفيقك في الجنة يا رسول الله. ما تصلي عليه. ادي الاعرابي. انت مش عايز الاعرابي؟ ادي الاعرابي. سيدنا الشيخ عثمان اتكلم عن الام واتكلم عن الجار
واتكلم عن سيدنا موسى. ما تاخد لقطة واحدة كده اختم معاك بيها بعد ما توحد الله. وانا قلت الكلام ده 100 مرة 100 مرة قلته، خد بالك، بس انت ما سمعتوش. هو قال لك الام، وانا قلت لك سيدنا النبي محمد قال من نظر الى ابويه او احدهما نظرة عطف ورضا كانت له كاجر عمره وحج. اكنك يوم ما تبص لابوك وامك بادب واحترام، يوم ما تبص لهم برحمة، يوم ما تبص بتواضع، اكنك حجيت واعتمرت لبيت الله الحرام. في فضل اكتر من كده من رب العباد. ولذلك سيدنا النبي محمد قال لي بعد ما تصلي عليه، قال انت ومالك لمين؟ طب بالله عليك لو ابوك طلب ال10 جنيه اللي في جيبك وما فيش الا هي هتديها له؟ والله ما حد مديها له. ما توحد الله. امال انت ومالك لابيك؟ ايه الكلمه اللي سيدنا النبي قالها دي؟ اسمع، عارف سيدك محمد قالها ليه؟ ما تصلي عليه. واحد ابن حلال طلع اشتغل وجاب مال فلوس كتيره وراح دخل على ابوه، يابا. قال له نعم. قال له المال تصرف فيه كيفما تشاء، عندك اهو اللي انت عايزه اعمله، المال وانت حر فيه، انا والمال خدامين ليه. الاب مسك المال صرف، يوم والتاني والتالت الواد دخل عليه، يابا. قال له نعم. قال له فين المال؟ قال له يا ابني انت مش اول امبارح ولا من الاسبوع اللي فات قلت لي المال اتصرف فيه، جاي النهارده اطلب المال؟ قال له انا عايز المال، انا مالي وانا عايزه. الواد ما عجبوش الكلام، راح اشتكى ابوه لحضرة سيدنا النبي محمد. ما تصلي عليه. انا بجيب لك كلام من احاديث سيدنا النبي محمد، خد بالك من الكلام ده. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنة الحبيب محمد. يا راجل صلي عليه. راح سيدنا النبي محمد قال له يا ابني، قال له ابويا كان الميراث بتاعه وكان المال بتاعه واديت له المال امانه صرفه وما رضيش يديهوله وكاله عليا. يا ابو بكر؟ قال له نعم. قال له عارف بيت الراجل ده؟ قال له روح هاته. ابو بكر جايب الراجل في ايده وجاي، فابو بكر بيسال سيدنا النبي ما تصلي عليه. يا ابو بكر؟ قال له نعم. قال له من يجالس النبي؟ مين اللي قاعد معاه؟ قال له قاعد عثمان وعلي، اسمع، وقاعد ابنك. قال يبقى عرفت يا سيدنا النبي بعت لي ليه؟ يبقى ابني اشتكاني عشان المال. الراجل يتكلم كلام وهو ماشي لن تسمعه اذني، خد بالك من الكلمه دي، يعني بيكلم نفسه في كلام داخلي هو قاله لا يعلم علمه الا. ما توحد الله. حدش سمع الكلام خالص. راح الامين جبريل نازل على سيدنا النبي محمد، قال له السلام يقرئك السلام ويقول لك اذا جاء اليك الرجل فلا تهنه، اوعى تزعله، واساله عن الكلام الذي دار بينه وبين نفسه لم تسمعه اذنيه. في كلام هو قاله ودانه ما سمعتهوش. الراجل دخل على سيدنا النبي، السلام عليكم. قال له عليكم السلام. نعم يا رسول الله. قال له فين المال اللي ابنك اداهوله؟ قال له اساله. قال له ما ابنك جالي وانا جايبك اسالك. قال له المال لا صرفته على عمامه، اسمع، ولا عماته ولا خاله ولا خالاته، المال اتصرف عليه وعلي وعلى امه وعلى اخوته. المال ما طلعش بره، المال انا ما شربتش بيه حشيش، المال انا ما جبتش بيه مخدرات، المال انا ما رميتهوش، المال انا انفقته على بيتي. قال له طب سيبك من المال، انت جاي دلوقتي في السكه في كلام انت قلته لن تسمعه اذنيك، في كلام انت قلته محدش سمعه ولا ودانك نفسها سمعته. قال له كل فترة يا رسول الله تثبت لي ان ربك مطلع على الغيب. قال له ما احنا عارفين انه مطلع، فين الكلام؟ انت قلت ايه؟ عارف الراجل قال لسيدنا النبي ايه بعد ما تصلي عليه؟ انا حاسس ان انت مش موجود، والله حاسس انت قاعد بس ما انتش موجود. خلي بالك هتروح تسمع الماتش بتاعك وهتروح تشوف الدنيا اللي عندك وهتروح 5 دقايق يا اخي في حب سيدنا النبي محمد. هنختم اهو بالقرآن، وحد من لا يغفل ولا ينام. قال له يا رسول الله انا جاي في السكة وبكلم نفسي بقول له يا ابني كنت انت ضعيف وانا قوي. هو ابنك لما بيجي على الدنيا كده حد بيقدر يشتغل ولا بيروح ولا بيجي؟ مين اللي بيصرف عليه؟ انت، صح؟ كنت ضعيف وانا قوي، كنت فقير وانا غني. هو حد بينزل من رحم الام معاه فلوس؟ حد بيصرف على نفسه؟ لا، كنت فقير وانا غني. يا بني، يا ابني، يا حبيبي، يا ابني، يا روحي، كنت
بأجر نفسي عند اللي يسوى وما يسواش عشان أكلك. يا ابني كنت بتنام تعبان وأنا عليك سهران. يا ابني كنت بتعمل اللي انت عايزه عشان أنا في ظهرك. أصبح الآن حال غير الحال. أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير. إن لم أنفع لك أب فخذني لك جار، فأين حقي عليك من الجوار؟ ما توحد الملك الغفار. راح سيدنا النبي معيط. يا سيدنا النبي راح عامل ايه؟ بكى حضرة النبي محمد وقال له ايها الغلام والذي نفس محمد بيده ما سمع ابيك كلام ابيك انس لا جن ولا بشر ولا حجر ولا شجر ولا مضر الا وبكى عليه انت ومالك. لمين؟ ما توحد. انا عارف انك عايز سيدة زينب بس انت ليلتك بيضة معلم وانت لا تتدبس في الدور ده كله. صلي على سيدك محمد. هو بيقول لي السيدة زينب ليه؟ لان عجبته الكلمة بتاعت ستنا سيدة زينب. سيدنا النبي محمد لما عايروه انه مالوش ولد. ما هو النهارده عندنا بنعاير بعض بالخلفة. روح يا تكستين مش عارف ايه ده انت ما عندكش عيل يشيل اسمك. روح ده يا تاخدك ده انت ربنا قاطع النسل بتاعك. اوعى تعاير حد بقضاء رب العباد. تاني اوعى تعاير حد بقضاء رب العباد، لان ربك جل في علاه يقول انا كل شيء خلقناه بقدر. لما عايروا سيدنا النبي راح ربنا بعت له فاطمة الزهراء. اول ما اتولدت قالوا لسيدنا النبي ربنا بعت لك بنت سميها كيفما تشاء. ربنا بعت لك ايه؟ بنت. وايام سيدنا النبي اللي كان بتجيله بنت كان بيدفنها وهي صاحيه، والقرآن ذكر ذلك صريحا فقال واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. خد بالك، يا يدفنها في التراب يا تعيش في داهيه سودا ويبقى قاعد في مصيبه على راسه. فسيدنا النبي قال ربنا بعت لك بنت. عارف اول كلمه قالها ايه بعد ما تصلي عليه؟ اول كلمه من سيدنا النبي قال هي ريحانه اشم ريحها من الجنه. هي ايه؟ ولذلك سميت ايه؟ ريحانة رسول الله. ما تصلي عليه. قال هي ريحانة. سيدة فاطمة الزهراء كبرت تزوجت بالقضاء العالي بأمر من الله من الإمام علي ابن عم حضرة سيدنا النبي محمد. جوز وربنا كرمهم بالحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة والسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. انت عايز الحتة دي؟ خد بالك بقى اللي شعبان عايز يسمعها. يوم ما جت السيدة زينب للدنيا راحوا للإمام علي قالوا يا إمام يا ابن عم النبي. قال نعم. قالوا ربنا بعت لك بنت ومحدش عايز يسميها وانت ابوها، سميها زي ما انت عايز، محدش يقدر يتعدى عليك، انت ابوها وانت ابن عم النبي، سمي. قال لهم لا، هو ينفع انا اسمي وسيدنا النبي موجود؟ ما تصلي عليه. لا يحق لي ان اسميها اللي هيسميها جدها النبي محمد. راحوا طالعين جري لسيدنا النبي يا رسول الله. نعم. قالوا فاطمة الزهراء والامام علي ربنا بعت لهم بنت وهم الاتنين مش عايزين يسموها ابدا. قالوا اللي يسميها سيدنا النبي. عارف سيدك محمد قال لهم ايه بعد ما تصلي عليه؟ قال ما كان لي ان اسبق رب العزة بتسميتها اللي هيسميها من لا يغفل ولا ينام. الاسم مش عندي، ما عنديش الاسم عند رب العباد. شوية وسيدنا الامين جبريل راح نزل على سيدنا النبي قال له السلام ويقرئك السلام ويقول لك كتبت في السماء زينب فسميها زينب يا رسول الله. كبرت السيدة زينب لحد ما بقى عندها 4 سنين. انا بتكلم في كلمة 4 سنين عشان الشباب ده كله يسمع، وعشان البنات الصغيرة تسمع، وعشان الاطفال بتوعنا بتوع الفيسبوك والنت والافلام والمسلسلات والماتشات تسمع. 4 سنين يا شباب الجامعات، 4 سنين يا شباب الانترنت، 4 سنين يا شباب المسلسلات، 4 سنين يا شباب الاغاني، 4 سنين يا موحدين بالله.
متربية على قدم سيدنا النبي محمد، فقعد في يوم من الايام على قدم ابيها الامام علي ابن عم سيدنا النبي، تصلي عليه. 4 سنين قاعدة على رجل سيدنا الامام علي ابوها، فبتقول له يا ابي، قال لها نعم يا نور عيني يا قلب ابوك، نعم. قالت له انت بتحبني؟ قال لها يا سلام، سؤال عاد اهو، سؤال ما فيش حاجه، يابا انت بتحبني؟ قال لها نعم، ده الحب اللي جوايا كله عشانك انت يا زينب، ده كل الحب اللي ربنا اداهولي انا وهبته لك انت. راحت قايمه السيده زينب ام 4 سنين انفزعت وكانما لدغها عقرب من على قدم ابيها الامام علي ابن عم النبي. سيدنا الامام علي راح واقف قال لها يا بنت تعالي، انت بتقولي بتحبني، قلت لك الحب كله عشانك، انت قايمه بتعيطي ليه؟ قالت له انت مش عارف انا بعيط ليه؟ قال لها عايز اعرف، عرفيني. قالت له ان كان كل الحب الذي بداخلك كله لي، فما الذي في ذا قلبك لله؟ ما توحد الله. جماعة اللي بيقعدوا بالتليفونات والانترنت والمسلسلات والماتشات وعدم التوحيد لرب الارض والسماوات، وتيجي يقول لك الجيل كله بايظ، ويجي يقول لك الشباب كلها مش عارفين نكلمهم. انا لسه حالا وعذرا في الكلمه ده اهي، معلش انا هستاذن الباشمهندس محمد صبحي ان انا اقول المعلومه ده اهي. شوف انا بكلمك في 4 سنين، لسه امبارح بالليل في قريه النخاس بنت مموته لاخواتها الاثنين، اسمع مموتاهم الاثنين، وقاعده لا يعلم بحالهما الا تقول لي شباب التلفزيون شفتوا فلانة عملت كذا يبقى انا هعمل، شفت فلان قص شعره وعمل عرف الديك اعمل انا كمان بربره مش ديك. ما توحد الله. انما شوف واحد بيقرأ القرآن او واحد بيتلو سنة النبي العدنان عمرك ما تبقى زيه ابدا. احنا بندور على الهيافة، احنا بندور على اللي ما يغضب الله. ما تزعلش من الكلام ده، انت قلت اتكلم وانا بتكلم بالحرية. لما تجيب ابنك وتقول له يا ابني انت عرفت انت كنت فين النهاردة، يقول لك ادينا بنتفسح يومين في اجازة المدارس. انما تقول له اقعد اقرأ ايتين لله وصلي على سيدك محمد، يقول لك مش الجيل بتاعنا. فهي بتقول له يابا انت بتحبني؟ قال لها كل الحب. راحت قايمه منطوره وقالت له حب ايه؟ ان كان كل الحب الذي في قلبك لي، فما الذي في قلبك لله؟ قال لها طب ايه رايك في الحنان والشفقه والعطف؟ الحنان اللي انا بديهم لك. قالت له حنان وعطف وشفقه اودعهما الله كبدك، اما القلب فلا يسكنه سوى. متوحد الله. سابها يوم والتاني وراح داخل عليها يا زينب. قالت له نعم يابا. تعالي يا بنت. راحت قاعدة. قال لها اعلمك مبادئ الحساب. ما توحد الملك الوهاب. يعني ايه؟ زي ما انت بتجيب ابنك صغير تقول له تعال 1 2 3 4 لحد 10 بتعلمه مبادئ الحساب. تعالي يا بنت اقعد. راحت قاعدة. قال لها قولي 1. ما توحد الواحد. قولي 1. قالت 1. قال لها قولي 2. ما ردتش. يا بنت قولي 2. ما ردتش. لا يا بنت انا بقول لك قولي 1. قلت 1. قولي 2. ما اتكلمتيش. انت ما بتتكلميش ليه؟ قالت له لا ينبغي للسان وحدت به الواحد ان يقول 2 والله هو الواحد. الله هو الايه؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به. اوعى يغرك الهيصه. اوعى يا تمشي على سنة حبيبك وتتكلم بالقرآن والسنة يا ما تتكلمش خالص. وحد الله.